السلام عليكم. جددي بقى وغيري من شكل الجلاش التقليدي. النهارده هعمل معاكي البرك التركي او البرك رول، او زي حتى ما بيقولوا عليه الاتراك الرولو بوريك، بحشوه مميزه جدا. مشهور ومعروف طبعا ان البرك التركي بنعمله باللحمه المفرومه او بالجبنه. النهارده هعمله معاكي بحشوه مختلفه تماما، حشوه حلوه قوي ومميزه، لا وكمان اقتصاديه. بصدر فرخه واحد بس كان بايت عندي، عملت بيه الصاج القمر ده من البوريك، وبعد ما كان مش هيكفي غير فرد عملت بيه 44 قطعة من البوريك. تعالي شوفي الوصفة ديت والحشوة اللي هتعتمديها دايما. مش في البوريك وبس، انا بعمل كمان بيها مكرونة بشاميل اللي بتبقى تحفة، بستخدمها وادخلها في كل الحاجات اللي بحب احشيها، بتبقى حشوة حلوة قوي. تعالي نشوف عملت ايه. كان عندي صدر فرخة كده واحد، وزودت شوية لاني هعمل صاج كبير. انت لو هتعملي صينية كفاية واحد. لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش في اللايك. يلا نشوف عملت ايه. جبت الطاسة على النار، حطيت فيها حبة من الزيت ومعلقة من السمنة البلدي، نزلت فيهم بثلاث بصلات حلوين، وسط او بصلتين كبار. شوحت البصل لحد ما اصفر بس كده، ونزلت بالفراخ لحد ما حمرتها. بصي تاخد اللون الحلو الجولد دوت. كان معايا مشروم، وعلى فكرة المشروم دوت اختياري بس بيديها طعم حلو جدا. الطبق دوت انا جايباه باقل من 20 جنيه، يعني مش حاجة غالية قوي. بجيبه انا من الناس بصراحة اللي بحب اغسل المشروم. كتير ناس بتقول ما تغسليش، بس انا بغسله شطفة سريعة جدا وهو في المصفى كده تحت الحنفية، وانشفه كويس جدا وبقطعه صغير زي ما شفتي. حطيت البهارات، معلقة صغيرة من الملح والفلفل والبابريكا المدخنة والسبع بهارات أو بهارات الفراخ ومرقة الدجاج، وحطيت معلقة كبيرة من بهارات الشاورما. نزلت بعد كده بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم والفلفل الأخضر المتقطع، شوحت كله مع بعض كويس. وبعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من الصلصة وثلاث طماطمات كده كبار حلوين، قطعتهم تقطيع صغير تقطيع سلطة. قلبت كله ببعضه بقى، وغطيت عليه وهديت عليه النار، وسبته لحد ما المكونات كلها والأطعم كلها كده تختلط مع بعضها. هنا هتشم ريحة حلوة جدا. بهارات الشاورما كمان بتديها طعم حلو قوي قوي. هاتي هنا بولة، حطي فيها كوباية من اللبن وعليها بيضاية، عليها نص معلقة من البيكنج باودر، حطيت كمان معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا، ونص كوباية من الزيت، أو حطيت أنا معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، معلقة زبادي ورشة من الملح والفلفل. قلبي بقى الخليط ده كله كويس قوي. التشريبة الحلوة دي هي اللي بتدي بقى القوام حلو قوي للبوريك. معايا صاج كبير ده مقاس 50، ومعايا كمان لفة ونص من الجلاش. انت لو هتعملي صدر فرخة واحد بس يبقى كفاية لفة واحدة اللي هي ال 500 جرام. بمسك الجلاش بتاعي، بصي بجيب كل ورقتين كده الفهم مع بعض، ده بيسهل عليا بعدين، وبغطيهم طبعا بفوطة. بتاخدي بقى الورقتين بتنيهم بالشكل ده، اسهل واضمن ان انتي تعمليه بنفس الشكل اللي انت شفتيه، عشان لما بتيجي تحطي ورقة وتدهني الخليط ده وتيجي تحطي الورقة التانية ممكن تتقطع او تتحط مش مظبوطة. كده بتضمني ان هي بتتحط بشكل كويس جدا. بصي بقى حطيت الخلطة بتاعتي، خلطة الفراخ اللي بالمشروم، وعليها حبة من الزيتون وحبة من الموتزاريلا، وبلفها باستخدام الكيس اللي بيجي مع الجلاش. بيساعدني قوي ان انا ارول الجلاش دوت بشكل حلو. هتشوفي معايا تاني اهو، جبت الورقتين دهنت ما بينهم زي ما شفتي بنفس الطريقة، وهاجي من الحرف كده من الجنب بشكل طولي من الاطراف من الجهة الاطول، هلف بشكل رول كده بمساعدة طبعا الكيس، وهرص في الصينية بتاعتي مدهونة سمنة او زيت. هقطع البوريك دوت لصوابع كده، وهسيبها وهديها ازود باقي التشريبة اللي فضلت او اتبقت مني، وهسيبها ترتاح لمدة ساعتين كاملين. وبعد كده هدخلها الفرن. ممكن كمان تسيبيها من بالليل لو عندك عزومة، وتاني يوم الصبح تغطي، اهم حاجة تغطي وشها وتسيبيها، وتاني يوم تدخليها الفرن. كل ما ترتاح كل ما بيبقى طعمه افضل. الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200،
اول ما تبتدي زي الجلاش بقى، اول ما تبتدي تاخد اللون الحلو كده من تحت ومن الجوانب، ابتدي افتحي عليها الشوايه. انا رشيت عليها كمان اول ما اديتها باقي التشريبه، رشيت عليها رشه كده من السمسم وحبه البركه، بيديها شكل حلو جدا. وحمرت وشها زي ما شفتي كده اخر 5 دقايق، فتحت لها الشوايه اول ما احمر جوانبها، فتحت لها الشوايه لحد ما اخدت اللون الحلو والتحفه ده. ريحتها فعلا قلبت البيت. بعد ما انت كنت هتبقي بتتحايلي عليهم ياكلوا بواقي الفراخ، لا صدقيني الفراخ بالمشروم هنا، ومش شرط يكون بواقي، ممكن تجيبي صدر فرخه نيه على فكره وتعمليه بنفس الطريقه. حشوة الفراخ بالمشروم مميزة جدا، مش هتستخدميها في البوريك بس، ممكن تدخليها في المكرونة البشاميل أو المكرونة بالوايت صوص أو الفطير الشرقي. جربيها هتعجبك، ولو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسيش اللايك والشير، وصحة وهنا.